الأحداث الرياضية. طبعا بصب على كل زمايلي في الكنترول وأيضا معايا هنا في الاستوديو. يا رب يكون يوم جميل، يوم مفيد أيضا لكل السادة المشاهدين. النهارده هيكون عندنا لقاءين حواريين. اللقاء الأول هيكون عن التايكوندو، هيشرفنا سيادة اللواء أحمد الفولي رئيس الاتحاد الأفريقي للتايكوندو ونائب رئيس الاتحاد الدولي. الفقرة الثانية والحوار الثاني هيكون مع كابتن حازم فرج المدرب بقطاع الناشئين بالمقاولون العرب والمدير الفني لنادي مصر للبترول. نادي المقاولون العرب في الفترات الأخيرة أحدث طفرة في قطاع الناشئين، ويمكن الكلام ده جاي نتاج ما حدث ونتيجة الأبطال اللي خرجوا وشرفوا مصر في الخارج، وأبرزهم أكيد محمد صلاح والنني. نادي المقاولون العرب في هذه الفترة في وفد إنجليزي، المفروض أنه كان في النادي امبارح وبدأ أن يكون في أيضا يلقوا الضوء على هذا النادي، وكان أيضا معاهم وفد إعلام من إنجلترا. يعني محمد صلاح والنني عاملين دور جامد جدا للنادي الأصلي بتاعهم، للنادي اللي نشأوا فيه. بدأ النادي يجني ثمار تعبه مع هؤلاء، سواء في الناحية المادية أو سواء حتى في الناحية الدعائية لهذا النادي. كل العالم دلوقتي عايز يعرف مين نادي المقاولون العرب اللي طلع منه محمد صلاح وطلع منه النني وأبطال كتير طلعوا منه. دي أبرز دعاية عملها نجوم مصر، سواء طبعا لنادي المقاولون العرب سواء كان لمصر بوجه عام. دايما هم سفراءنا بيشرفونا، نتمنى لهم أكيد التوفيق. هنتكلم أكتر عن نادي المقاولون وأيضا عن كل ما يهمنا في كرة القدم. أكيد حضراتكم امبارح يمكن تابعنا مباريات الأسبوع الرابع عشر لمسابقة الدوري العام المصري لكرة القدم. انطلقت فعاليتها بلقاء جمع ما بين الرجاء ونصر المقصة، وكان نتيجة هذا اللقاء التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق. وأبرز ما لفت نظرنا في هذا التوقيت بالتحديد وهذه المباراة هو تعادل مصر المقصة. مصر كانت في مسابقة الدوري العام المصري لكرة القدم كانت مباراة الإسماعيلي وطلائع الجيش، ويبدو أيضا أن التعادل كان هو السيد في هذا اللقاء، وانتهت هذه المباراة بالتعادل الإيجابي أيضا لهدف لكل فريق. الإسماعيلي حتى الآن هو في أول مسابقة الدوري العام المصري لكرة القدم، يسعى للحفاظ على هذا اللقب والمنافسة مع الفرق الكبرى، مع النادي الأهلي ومع النادي المصري مع نادي الزمالك. ترى من يحسم هذا اللقب هذا الموسم؟ لسه في الأسبوع رقم 14، لسه التوقعات صعبة جدا، لسه التكهنات صعبة جدا، لكن لسه المشوار طويل. الفرصة سانحة أمام الجميع. البعض يقلل من فرص نادي الزمالك، ولكنني لا أتفق مع هذا الرأي أبدا، لأن زي ما قلت لسه الفرصة قائمة. وارد أن يحدث كبوة لأي فريق، وارد أن تحدث انتصار، ويحضر لما يكتب لا ينظر لأي شيء. كل تركيزه مصب فقط على فريق الإسماعيلي. وعلى فكرة يعني مش بس احنا اللي ممكن نقيم المدير الفني، لكن حب اللاعبين وإشادة لاعبي الإسماعيلي بهذا المدير الفني ده دليل على فعلا ان هو مدير فني كفء. في اي لاعب في نادي الإسماعيلي لو يسأل لو هو مش معجب بالمدير الفني هيقول لا، يعني نتمنى له التوفيق، وتحس ان هو كلام عام جدا، لكن يعني مش هي يشيد بيه وفي نفس الوقت مش هيقلل منه. لكن لما يكون العلاقة طيبة هتلاقي الإشادة، لأنها بتبقى طالعة من قلب اللاعب مش طالعة مجاملة. معظم لاعبي الإسماعيلي اللي أجرينا معاهم حوارات والتقينا بيهم أشادوا بهذا المدير الفني وفي هدوءه في التعامل مع لاعبي الإسماعيلي وأيضا في إدارته للمباريات. عشان كده احنا سعداء لما يكون في برضو مدير فني أجنبي بيستطيع ان هو يثبت نفسه ويحقق إنجاز، يبقى ده برضو اختيار كفء لمجلس إدارة النادي الإسماعيلي. نتمنى لهم التوفيق. على الجانب الآخر كانت مباراة الإنتاج الحربي وطنطا، والإنتاج الحربي وطنطا وانتهت لصالح الإنتاج الحربي بهدف نظيف. حصل فيها مستوى متميز، في استقرار واضح جدا على الفريق. أكيد نتمنى لهم
التوفيق. النهارده مباريات النهارده حاضر، مباريات النهارده هتكون الاسيوطي وادي دجله، المباراه ان شاء الله هتكون الساعه 3 الا ربع، الساعه 5 موعد مع لقاء الاتحاد السكندري والزمالك. النهارده والاهلي وسموحه هيكون الساعه 7:30، لقاءات هامه النهارده، لقاءات القمه. ما يميز لقاءات اليوم النهارده يمكن الانديه القاهريه في مقابله الانديه السكندريه، سموحه والاتحاد السكندري في مقابله انديه القمه القاهريه الاهلي والزمالك. ترى من سيحسم هذه اللقاءات؟ صعب جدا، صعب جدا التوقع، صعب جدا التكهن، وان كنا نستعرض هذا على ضيوفنا الكرام وهنشوف ارائهم. تابعونا، هنتحدث باستفاضه عن مباريات الدوري العام النهارده وتوقعات وموقف الاتحاد السكندري النهارده في ظل قياده مكيده نيبوشا. هل هذه هي الفرصه الاخيره ولا كل مباراه هنقول هي دي الفرصه الاخيره لنيبوشا؟ هل الشرط الجزائي هو اللي بيعثر فك التعاقد مع مستر نيبوشا ولا ايه اللي بيحصل؟ برضو في اسئله كتيره. النادي الاهلي بعد ضياع 5 نقاط في المباراتين السابقتين هيعمل ايه النادي الاهلي النهارده مع سموحه؟ سموحه هيعمل ايه مع كابتن طلعت يوسف؟ يعني اسئله كتيره، موضوعات كتيره، الفرق كلها فيها جرح كده في المباريات الاخيره. اسيوطي ووادي دجله، وادي دجله في ظل القياده الجديده والفنيه طبعا لكابتن طارق العشري هيعمل ايه مع الاسيوطي في ظل يعني نقدر نقول الاداره المتميزه والاداره الفنيه ايضا بقياده كابتن علي ماهر. اسئله كثيره، موضوعات عديده هنطرحها ان شاء الله النهارده على ضيفنا الكريم. انتظرونا في فقره كره القدم. طيب خليني معانا النهارده مجموعه من الاخبار هطرحها على حضراتكم. طبعا متابعين وديات منتخبنا الوطني لكره القدم. مصر هتلعب مع البرتغال، مصر هتلعب مع بلغاريا. لا اتلغت مباراه بلغاريا، لا في مشكله مش في الفلوس. هنلعب في روسيا في مباراتين، المباراه الاولانيه مع تشيك، الثانيه مع صربيا. لا لسه في كلام، يعني لسه احنا عايزين يطلع كده بيان من الاتحاد المصري لكره القدم. خلاص عن طريق هذا البيان نقدر نقول نغلق الافواه. خلاص بقى كلنا نصمت، كلنا نسكت، نقول ان احنا عندنا يوم كذا في مباراه كذا، مصر مع كذا، مباراه كذا، يوم كذا في مدينه كذا، الساعه كذا. خلاص بقى عشان يعني نقدر ان احنا زي ما قلنا نشتغل بقى الشغل الصح. في بعض الاراء تقول طيب ما احنا مستعجلين ليه؟ ما احنا خلاص عرفنا، او اجندتهم هم عندهم الاتحاد المصري لكره القدم الاطار العام. الاطار العام اللي احنا خلاص احنا مش هنلعب اكتر من 4 مباريات. قولوا بقى زي ما تقولي، هي دي الاجنده الدوليه بتسمح بكده. مباراتين في معسكر مارس ومباراتين في المعسكر اللي قبل المونديال اللي هيكون في روسيا. خلاص انتوا زعلانين ليه؟ هنلعب 4 مباريات ومع مباريات قويه. يعني ده بعض الاراء يعني بتؤيد هذا، بعض الاراء الثانيه تقول لا، من حقنا دلوقتي اللي احنا نكون عندنا اجنده واضحه وصريحه. يعني عموما هنشوف ايه اللي هيحصل في الفتره الجايه، لكن يعني اللي بقول لحضراتكم ان في مشكله على مباراه بلغاريا في الجانب المادي. اتحاد الكره مش عايز يدفع لهم 50,000 يورو اللي طلبته بلغاريا لخوض اللقاء الودي، حيث ان اجمالي المبلغ هيصل الى 100,000 يورو بعد ما يسدد اتحاد الكره تكاليف اللي احنا قلنا في اقامه، في تنقلات، في بث فضائي واعلانات. يعني اعتقد ان الموضوع مش مستاهل كل ده، ممكن يكون في فرق اخرى بديله. اكيد الاتحاد المصري وكرة القدم اقدر مننا على اختيار الافضل لمنتخب مصر. اذا كانت يعني بلغاريا هتتقل علينا قوي ليه كده؟ يعني اكيد في كتير منتخبات اصلا كمان عارضه ان هي تلعب مع مصر، واعتقد ان كمان مستواها وتصنيفها اعلى. الخبر التالي معانا استبعاد معروف يوسف من مباراة الزمالك والاتحاد السكندري. النهارده المباراة الساعة 5. المونتنيجري نيبوشا المدير الفني للزمالك استبعد لاعب الوسط النيجيري معروف يوسف من القائمة النهائية اللي سافرت إلى الإسكندرية لخوض مباراة الاتحاد ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري المصري. تم استبعاد معروف يوسف بسبب اشتراط، طبعا حضراتكم عارفين شرط الاتحاد المصري لكرة القدم يكون فيه فقط 3 لاعبين أفارقة فقط في قائمة المباريات، والزمالك القائمة بتاعته هتضم 20 لاعب هقولهم لحضراتكم: أحمد الشناوي، عمر صلاح في خط الدفاع، محمد مجدي، علي جبر، محمود حمدي الونش، حازم إمام، مؤيد العجام. في خط الوسط طارق حامد، محمود عبد العاطي دونجا، محمد أشرف رؤى،
احمد توفيق، عبد الله جمعه، احمد مدبولي، محمد ابراهيم، يوسف ابراهيم اللي هو اوباما. في خط الهجوم صلاح عاشور، تشيمبونج، محمد الشامي، كاسونجو، رزاق سيسي. طبعا حضراتكم عارفين الزمالك بيحتل المركز الرابع عنده 19 نقطه وما زالت المنافسه قائمه. خبر التاني عن متعب نجم جماهير الاهلي ومعشوق جماهير الاهلي، عوده متعب وغيابات بالجمله في قائمه الاهلي لمواجهه سموحه. حسام البدري المدير الفني للنادي الاهلي اعلن تشكيل فريقه لخوض لقاء سموحه النهارده، وضمت القائمة 22 لاعب. شهدت عودة عماد متعب مهاجم الأحمر، محمد الشناوي كان في إصابة في المباريات السابقة هيرجع تاني، ولكن شهدت غيابات بالجملة على رأسها شريف إكرامي. شريف إكرامي يعني يقال أنه في إصابة، معرفش هل دي إصابة فعلا في شريف ولا يعني ده يعني حاجة إصابة بقى مسببة مش عارفين. أيضا المغربي وليد أزارو يغيب عن هذا اللقاء، وعمرو السولية، سعد سمير، رامي ربيعة للإصابة، هشام محمد والتونسي علي معلول، ومروان محسن وصالح جمعة، بداعي عدم الجاهزية زي ما قلت لحضراتكم. عدم الجاهزية دي بقى فنيا ممكن يكون إصابة، ممكن يكون لها أسباب عديدة مش هنقدر اللي احنا نقول فيها، لكن اللي احنا برضو عرفناه ان حسام عاشور ممكن ان هو يشارك، بدأ يتعافى من إصابته. حسام بيلعب دور كبير جدا مع النادي الأهلي. القائمة ضمت أحمد عادل، محمد الشناوي، رمضان مصطفى لحراسة المرمى، محمد نجيب، أيمن أشرف، محمد هاني، باسم علي، صبري رحيل، حسين السيد للدفاع، أحمد فتحي، حسام عاشور زي ما قلت لحضراتكم، عبد الله السعيد، أحمد الشيخ، إسلام محارب، وليد سليمان، كريم ندفد، أحمد حمدي، والجنوب أفريقي بكماني مهلمبي، والنيجيري ايضا جونيور اجاييه، مؤمن زكريا، احمد ياسر ريان، وعماد متعب للهجوم. النهارده برضو في بعض الانباء تعرفنا عليها ان هو ممكن يكون في مشاركه لاسلام محارب في بعض العناصر الجديده ممكن يدفع بيها النهارده كابتن حسام البدري، اكيد نتمنى لهم كلهم التوفيق. الإسماعيلي يفقد جهود عبد ربه أمام المقصة. تأكد غياب حسني عبد رب وقائد فريق الإسماعيلي عن صفوف الدراويش خلال مباراة مصر المقصة مع مباراته طبعا مصر المقصة السبت المقبل ضمن جولات الدوري، عشان حسني حصل على الإنذار الثالث في طلائع الجيش اللي زي ما قلت لحضراتكم من شوية المباراة انتهت بالتعادل 1-1. طبعا نتمنى لكابتن حسني التوفيق. الأهلي بيفاوض الاتحاد الإماراتي لمشاركة عموري في ودية أتلتيكو مدريد. الكل ينتظر هذا اللقاء الهام الذي يجمع النادي الأهلي وأتلتيكو مدريد في 30 من ديسمبر القادم تحت شعار السلام ضد الإرهاب. هذه المباراة بيسعى فيها مسؤولو النادي الأهلي وأجروا اتصالات هاتفية ببعض أعضاء الاتحاد الإماراتي علشان يحصلوا على موافقة اللاعب عمر عبد الرحمن الشهير بعموري. على فكرة عموري هو نجم نادي العين الإماراتي. طبعا المباراة دي يعني النادي الأهلي بيسعى فيها لضم أكتر من لاعب، إذا كان بيسعى لضم عموري من العين الإماراتي، أيضا كهربا، في أخبار أن كهربا يلعب في هذا اللقاء، لكن المستشار مرتضى منصور عايز يعني ياخدوا موافقة نادي الزمالك. صحيح أنه هو بيلعب في السعودية في جدة، اتحاد جدة السعودي، لكن النادي الأصل بتاعه هو نادي الزمالك، وفعلا مرتضى منصور وافق وقال أن كهربا سيتواجد مع الأهلي لأنهم هيلعبوا باسم مصر، علشان برضو سوشيال ميديا في الفترة الأخيرة لما عرفوا أن كهربا هيلعب هذا اللقاء مع النادي الأهلي، خلاص ده كهربا هيسيب اتحاد جدة ويروح النادي الأهلي، والإشاعات يعني ما أكثرها، والسوشيال ميديا دي يعني بيئة خصبة جدا لهذه الأخبار أن كهربا هيروح نادي الأهلي. لا ده مش صحيح، هو هيلعب مع النادي الأهلي زي نجوم كتير جدا هيجوا ويشاركوا في هذا اللقاء. يعني انا ما اعرفش الخبر ده بيقول ابو رضا والخطيب بيهنئان مرتضى منصور برئاسه الزمالك. هو لسه يعني ما اعرفش، يعني يمكن هو خلاص يعني عشان في اول اجتماع مثلا تم او حاجه، ما انتخابات نادي الزمالك من فتره والمفروض يعني التهنئه دي من فتره، ما اعرفش اكيد في يعني في جديد للتهنئه، هل بقى في يعني صلح حصل في نادي الزمالك والحياه هتمشي ولا ايه؟ انا مش عارفه يعني ايه الجديد في التهنئه في هذه الفتره. لكن اللي يهمنا ان النهارده المفروض هيسدل الستار عن هذه القضيه المثاره
منذ أكثر من شهر، وهي قضية نادي الزمالك ونائب رئيس نادي الزمالك الأستاذ هاني العتال. هل الاستقرار يعود من جديد لنادي الزمالك بعد التصالح بعد نهاية هذه القضية أيا كانت هذا الحل؟ ده اللي النهاردة هنتعرف مع حضراتكم وهننتظره لما مركز التحكيم النهاردة بينظر دعوة صحة عضوية هاني العتال، والجلسة هتشهد حضور المحكم الجديد اللي اختاره نادي الزمالك ومحكم العتال أيضا لاختيار المحكم الثالث المرجح. وفي حال عدم التوصل للاتفاق فإن مركز التحكيم والتسوية هيختار هو يعني المحكم المرجح وفقا لقانون الرياضة. يا ترى ايه اللي هيحصل النهارده في هذه القضية وفي هذا الموضوع؟ يعني أنا أتمنى بالفعل إن الموضوع بقى يتحل والحياة تهدى شوية والاستقرار يعود لنادي الزمالك. جماهير نادي الزمالك قلقانة بالفعل على هذا النادي العريق، وكرة القدم واضح جدا هم بيقولوا مش متأثرة، لكن اللي احنا متابعينه وشايفينه لا حاسين إن في تأثر واضح جدا في هذا الفريق. يا رب يعود الاستقرار لنادي الزمالك. أيضا لسه مع حضراتكم الأخبار الزمالك والمصري. المصري بيطلب كابوريا والشامي وقمر رسميا من الزمالك. مسؤولو النادي المصري طلبوا ان يعني دول ولادهم ان هم يرجعوا لهم تاني، ودول لسه كانوا رايحين من المصري بالذات كابوريا والشامي من المصري للزمالك بس ما اخدوش الفرصه الكافيه، فيعني هيرجعوا تاني. عايزين المصري عايزهم تاني. الشامي طبعا كان في انبي وبعدين راح اعاره للمصري وبعدين راح لنادي الزمالك، لكن يبدو ان حسام حسن يرغب في لاعبين مره اخرى للعوده الى فريق المصري. هنشوف ايه اللي هيحصل في الفتره الجايه. انبي يفسخ تعاقده مع الثلاثي الاجنبي مره واحده. وافق نادي انبي على طلب ايهاب جلال المدير الفني فسخ عقود 3 لاعبين اجانب والابقاء على المالي ابو بكر تراوري. وتوصل عبد الناصر محمد مدير الكره لاتفاق على فسخ التعاقد بالتراضي مع اللاعبين عثمان جياباتي لاعب الارتكاز والمهاجم مالي شيباني والشيلي الفلسطيني جوناثان انركي. يعني يبدو ان طبعا كابتن ايهاب حضراتكم عارفين ان هو لسه متولي المهمه في فريق انبي يعني بعد كابتن طارق. كان الفترة دي أكيد اللعيبة اللي موجودة دي ما كانش اختيار كابتن إيهاب، يعني كابتن إيهاب عمل طفرة مع فريق إنبي فقط في الفترة اللي هو تولى فيها هذه المسؤولية بالقماشة اللي معاه باللعيبة اللي معاه. هو ما كانش ليه حرية طبعا في الاختيار لأنه جه لكابتن إيهاب، لكن أعتقد لسه الطموح مستمر مع هذا الرجل. إذا كان لديه طموح مع مصر المقصة وصيف مسابقة الدوري الموسم الماضي، أيضا أعتقد أنه طموح كابتن إيهاب لا يقل. أنه هو قدر أنه هو بإنبي من المركز قبل الأخير في بعض الأوقات للمركز الرابع، لا يعتبر حتى الآن إنجاز لكابتن إيهاب. نتمنى لهم أكيد طبعا التوفيق والإنبي، وهل يستطيع أن يحافظ على هذه المكانة أو الارتقاء وتكرار تجربة الموسم الماضي مع مصر المقاصة ويصبح إنبي وصيف مسابقة الدوري مع كابتن إيهاب. ده أكيد اللي احنا هنعرفه. لسه مع حضراتكم واخبار الكره العالميه بمشاركه النني. ارسنال يهزم ويست هام ويتاهل لنصف نهائي كاس رابطه المحترفين. حقق أرسنال أن فعلا اللاعبين المصريين المحترفين في الدوري الإنجليزي يسيرون بخطى ثابتة. واضح جدا لما نقول خبر أن أحمد حجازي نجم ويست بروميتش الإنجليزي ونجم النادي الأهلي ونجم النادي الإسماعيلي أن هو نادي ويست بروميتش عفوا يشتري هذا اللاعب والنادي الأهلي يحصل على 85 مليون جنيه. ده إنجاز بكل الصور واضح جدا للجميع. لما نشوف ولما نلاقي ان محمد صلاح يتألق ويصول ويجول في الملاعب الإنجليزية ويثبت للجميع ان
أن المصري قادم، أن المصري إذا كان في بعض الأوقات ما قدرناش نصل إلى العالمية والاحتراف، لكن زي ما قلنا ده ما يأثرش أبدا علينا وإحنا قادرون، وده اتضح جدا. ولكن كنا محتاجين حاجات بسيطة جدا، حاجات بسيطة جدا قدر كابتن محمد صلاح يستفيد منها وقدر إن هو يصل العالمية. محمد النني زي ما شايفينه قد إيه متألق، قد إيه في جايزة أفضل لاعب في العالم، كان حاضر هذا الحفل التكريم ووجهت إليه دعوة. يعني اللي احنا عايزين نقوله طبعا رمضان صبحي ما نقدرش ننساه، المحمدي ما نقدرش ننساه، مين كمان، سام مرسي في ويجن، يعني صحيح مش ظاهر معانا قوي سام، لكن هو من عناصر المنتخب الوطني شئنا ام ابينا، فلازم برضو اللي احنا نشوفه. يعني اذا اللاعبون المصريون يسيرون على خطى ثابت في الدوري الانجليزي، يحققون طموحات المصريين. كل اللاعبين دلوقتي او كل الولاد الصغيرين او الناشئين في اي نادي قدامهم دلوقتي هذه النماذج، خلاص هم عايزين كلهم يبقوا النني، عايزين يبقوا محمد صلاح، عايزين، وده شيء جميل جدا ان هم يمثلونا ودايما يشرفونا. نادي المقاولون العرب يعني الشيء بالشيء يذكر في هذه الايام، زي ما قلنا عامل توأمة مع نادي بازل السويسري، وفي بروتوكول بيحدث ما بينهم. طبعا ليه هذا البروتوكول اللي بيحدث او في الفتره دي؟ لان تجربه محمد صلاح تجربه ناجحه جدا للغايه، وده بالتاكيد يعني إضافة جديدة جدا للرياضة ولكل المصريين. دي كانت أهم الأخبار اللي معانا النهاردة، وكانت معانا مجموعة كبيرة من الأخبار، يا رب حضراتكم تكونوا استفدتوا منها، لكن لسه صباح الرياضة مستمر مع حضراتكم، وانتظرونا واللقاءات الحوارية بعد قليل. انتظروا زميلتي رانيا صلاح إن شاء الله هتكون معاكم في الحوار الأول، وكرة القدم انتظروها بعد الفاصل. لكن اسمحوا لنا نتابع هذا التقرير الخاص بتكريم دار الأوبرا المصرية بالأبطال الرياضيين متحدي الإعاقة. نتابع التقرير ونعود مع حضراتكم من جديد. مشاهدينا في كل مكان، أهلا بحضراتكم من جديد، وهذا اللقاء الحواري الثاني. هذا اللقاء من اللقاءات المميزة جدا، لأن ضيفنا الكريم اللي هيشرفنا بعد قليل هو متميز. لو تحدثنا عن رياضة التايكوندو في مصر نحاوره ونتحدث معه، لو تحدثنا عن التايكوندو في أفريقيا نحاوره ونتحدث معه، لو تحدثنا في الإطار الدولي أيضا نحاوره ونتحدث معه، وأخيرا لو تحدثنا في إطار الدول الإسلامية أيضا نتحاور معه، لأنه ضيف شامل كامل في مختلف المجالات وفي مختلف الدول. النهارده بيسعدنا ويشرفنا سيادة اللواء أحمد الفولي، رئيس الاتحاد الأفريقي للتايكوندو، نائب رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو، ونائب رئيس الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي، وطبعا يعني مصري أصيل له صولات وجولات أيضا مع التايكوندو المصري واللجنة الأولمبية المصرية. اهلا بحضرتك يا فندم. صباح الخير يا فندم. صباح الرياضه. صباح الرياضه. ويعني لقاء عزيز، بعتز فعلا ان حضرتك تكون معانا فيه، وشرفنا ان يكون ضيف كريم معانا. الله يخليك يا فندم، متشكر جدا. سيادة اللواء نبدأ منين؟ يعني أجندة حضرتك أفريقية، دولية، إسلامية، مصرية، يعني ما شاء الله عليك فعلا. لكن خلينا نبدأ من الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي، لأن يمكن دي كانت آخر الانتخابات. اتكلمنا أكتر عن هذا الاتحاد وفوز حضرتك طبعا كنائب لرئيس. هو طبعا الاتحاد الرياضي للتضامن الاسلامي ده تابع لمنظمه التعاون الاسلامي، ومقره المملكه العربيه السعوديه في الرياض، وطبعا بيضم 57 دولة إسلامية على 4 قارات، أفريقيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا وآسيا. طبعا كانت انتخاباتنا دي ثالث دورة ليا. أنا بدأت في الاتحاد ده من حوالي 13 سنة، كنت عضو لجنة فنية مع المرحوم سليمان حجر أستاذي، يعني الله رحمة الله عليه، قيادة علمتني كتير الله يرحمه. وبعد كده دخلت مجلس الإدارة ونائب رئيس، يعني الحمد لله آخر انتخابات
يعني بعد ترشيح اللجنه الاولمبيه المصريه. المفروض رئيس هذا الاتحاد المستشار تركي آل الشيخ. نعم. اللي هو رئيس اللجنه الاولمبيه السعوديه ورئيس هيئه الرياضه السعوديه. تمام. هو راجل محترم جدا، راجل ناشط جدا، يعني عمل طفره في الرياضه السعوديه في اقل شهرين، يعني مش اكتر من كده. هو صاحب الدعوه للاهلي واتلتيكو مدريد، المباراه اللي الكل بينتظرها. لا هو يعشق مصر، يعني ما بيفرقش يعني بصراحه، وداعم كبير جدا. يعني بصراحه احنا بنسعد وكلنا زكيناه، كل الدول 57 دوله زكته رئيسا للاتحاد يعني. يعني وكان ليا شرف ان انا اعرض عليه هذا وقبل، واحنا عايزين ننهض بالاتحاد أكيد. زي الرياضه السعوديه اكيد. طب خلينا نتكلم اكتر على النشاطات الاتحاد الرياضي للتضامن الاسلامي وابرز البطولات اللي بتنظموها في الفترات القادمه. احنا بنعمل بطولات على مدى ال4 سنين، وبعدين في السنه التاليه للسنه اللي فيها الاولمبياد، الالعاب الاولمبيه، بنعمل العاب الاسلاميه، اخرها كانت في اذربيجان. دي النسخه الرابعه. لكن خلال يعني قبل هذه البطوله طبعا في بطولات على مدار ال4 سنوات ودورات تدريبيه، في الطب الرياضي، في المدربين، في الحكام، في كل الالعاب، في 57 دوله اللي هم ضمن الاعضاء، اللي هم يكونوا منتشرين، بتكونوا حريصين يكونوا في طبعا كل الدول. لازم وبيشاركوا. ممكن اي دوله تستضيف. يعني اي دوله من يعني يقول لك انا عايز مثلا بطوله رفع اثقال، انا عايز بطوله كره يد، تمام. فبننظمها وبتدعى الدول كلها. ويعني انا هقول لحضرتك حاجه، في ناس فاكره ان التضامن الاسلامي دي العابه خاصه بالمسلمين بس. نعم. لا، هي يعني لو عندي لاعب مسيحي بيشارك عادي. ما فيش اي حاجه، ما فيهاش العنصريه. هي فقط يعني عشان الدوله بتكون اسلاميه، يعني الديانه الرئيسيه في الدوله هي اسلاميه، تجميع زي الكومنولث زي الفرانكفون. فاحنا في ده منظمه التعاون الاسلامي عملت الاتحاد الرياضي ومقره. طيب، باعتبار حضرتك نائبا لرئيس الاتحاد الدولي وايضا نائبا لرئيس الاتحاد التضامن الاسلامي ورئيس الاتحاد الافريقي، خلينا نتكلم على، لان انا يمكن الجديد بالنسبه لنا شويه هو الاتحاد الرياضي للتضامن الاسلامي. هل حضرتك ترى باعتبارك نائب رئيس الاتحاد الدولي قوه هذا الاتحاد وقوته كيانه ودوره، له دور فعال جدا في 57 دوله اللي بينضموا تحت قيادته؟ حضرتك استاذ ايمان، طبعا احنا كرياضيين قدام شويه بنبص للرياضه بمنظور اوسع شويه. نعم. انا ببص لها اولا سياسيا. تمام. يعني انا لما انا اشارك في بطوله وفيها 57 دولة أو منضم الاتحاد في كتلة 57 دولة، يعني نشوف دول الكومنولث، شوف الفرانكفون بيعملوا ايه كده وحدة. فدي يعني زي خلفية سياسية لينا. نعم. يعني ده على رأي واحد، هي رياضة بس دي بالمنظور الثاني. نعم. انما الاول هي سياسيا بحت. صحيح. فهو اتحاد هام جدا، هام جدا. يعني على 4 قارات، واحنا يعني المفروض نهتم بهذا الاتحاد جدا ونهتم بمشاركتنا فيه. صحيح. يمكن في اخر العاب في اذربيجان كانت مشاركه مصر على استحياء 50 لاعب. ليه؟ احنا عايزين يبقى بعثتنا كبيره. الالعاب الجايه ان شاء الله بعد 3 سنين هتبقى في اسطنبول، ونشارك في كل الالعاب. ايه الدور اللي حضرتك ممكن تقوم بيه مع مصر بالوساطه بين هذا الاتحاد وبين مصر لزياده العدد وتشجيع ايضا؟ ما ممكن الاتحادات تقول لك التكلفه والفلوس والصرف. ساعات والله في الدوره اللي فاتت قالوا مثلا عايزين فريق مثلا كبير، فريق كرة اليد، وهندفع تذاكره. هايل. نعم. يعني طب ما راحش ليه؟ اكيد في بطولات اخرى كنا مرتبطين بيها، ما اعرفش ليه، يعني الله اعلم، بس يعني انما يعني اتمنى ان الدوره الجايه او البطولات نكون اكتف كمصر في البطولات دي. انا متعشم خيرا طبعا المهندس هشام حطب، يعني عنده استعداد كبير جدا لتفعيل عضويتنا طبعا في الاتحاد الرياضي للتضامن الاسلامي، وان شاء الله مصر يكون لها فعاليات وتستضيف. نعم. لان هم برضو بيبصوا لنا احنا كدوله كبيره. يعني ما الالعاب اللي اتعملت في اندونيسيا قبل اذربيجان رئيس الجمهوريه افتتحها، البلد الوحيده اللي ذكرها في خطابه في الافتتاح هي مصر. هايل. قال انا يعني سعيد ان مصر موجوده. يعني حتى كان الناس كلها يعني
طبعا مصر. طبعا مصر. لازم كده، هو ده وضعنا كده. فلازم احنا نفعل الكلام ده على الارض. صحيح. يعني صحيح، وانا فعلا ايد حضرتك ونتمنى ده يكون بيحصل ان شاء الله في الفتره الجايه. ان شاء الله. طيب خلينا ندخل على بطوله الجائزه الكبرى اللي انتهت مؤخرا في ساحل العاج. عايزين نعرف كل تفاصيل هذه البطوله والمشاركات، وايضا عقب هذه البطوله كان في حفل كبير لتكريم ابطال التايكوندو على مستوى العالم. بالزبط. سواء كان افضل قاره، افضل لاعب، يعني على مستوى اللعبه في مختلف انحاء العالم. خلينا نتكلم مع حضرتك اكتر عن هذا الحفل. هو طبعا دي اول مره بتستضيف دوله افريقيه، خاصه في افريقيا الجنوبيه السوداء، يعني نعم. اللي هي تستضيف الجراند بري فاينل، وتستضيف بطوله العالم للفرق في وقت بعد انتهاء الجراند بري الجائزه الكبرى. والجاله دي تعتبر انجاز لافريقيا. لماذا تم اختيار كوت ديفوار؟ هي دوله مهمه جدا، دوله حققت ميداليتين في اولمبياد ريو ذهبيه وبرونزيه، يعني دولة قوية في التايكوندو. وقدمت ملف كويس، واحنا في المكتب التنفيذي اخترناها واديناها الحق انها تنظم. وده كان شرف ليا يعني كرئيس اتحاد افريقي، ان دولة افريقية يبقى العالم كله جاي ويشارك ويحس بينا في افريقيا. يعني احنا مش هنقول احنا اوروبا واحنا عندنا الامكانيات. تعالوا شوفوا احنا بنعاني بايه، طيران ايه، حالات تسهيلات ايه، شوفوا ده وضعنا اهو. وفعلا يعني كان حسوا طبعا بالمعاناه الشديده اللي احنا بنحسها في افريقيا. وحتى خط الطيران يعني اللي بيجوا بيه، انما الحمد لله يعني كان في التقييم مستوى القارات احنا فزنا طبعا كقاره افريقيا بالمنصب بالدرجه بالكاس افضل قاره جايزه ماليه $30,000 والاوسكار. فالحمد لله ان احنا تفوقنا على 5 قارات. اكيد يعني ده شرف لينا طبعا لقارتنا، وشرف اكبر ان حضرتك ترأس هذا الاتحاد الافريقي. فاكيد ده يعني ايضا ينسب لمصر. الحمد لله. فيعني ده كان مناسبه جيده جدا ان افريقيا تستضيف هذا. طبعا افريقيا نشطه. من افضل لاعب في العالم منين حتى، يعني لو اسمه من هو في انجلترا، وفي حكام، افضل حكمه، افضل حكم. هل في دوله بعينها استأثرت هذه الجوائز ام هي منتشره في لا منتشره على الكل. نعم، على كل. احنا 208 دوله في الاتحاد. وعندنا حكام من كل دول العالم. تمام. يعني الحمد لله يعني اتحاد قوي، وبنفتخر ان احنا بننتسب ليه. طيب هذا الانجاز الكبير الذي تحقق للقاره الافريقيه لا ياتي من فراغ. بالتاكيد ان في جهد كبير بذل، سواء بقياده حضرتك او لكل الكاست مع حضرتك المساعدين ليك. خلينا واحنا مع ختام 2017 وبنستعد لاستقبال 2018، كل سنه وحضرتك طيب. نقول للاتحاد الافريقي في هذه الفتره للتايكوندو واهم الانجازات للقاره الافريقيه. والله احنا عملنا تشكيل يمكن مش موجود في اي قاره. احنا عشان القاره كبيره وممتده وصعبه الحركه ما بينها. هنقول 2018 ماذا في جعبه الاتحاد الدولي 2018 بالنسبه للتايكوندو؟ يعني الايام القليله القادمه، يعني من اعتبارا من يوم 8 يناير ان شاء الله في عندنا اجتماعات في سول، وبعد كده بننتقل الى شنغهاي في ووشي، بلد على بعد 130 كيلو من شنغهاي. دي بطولة جراند سلام دي على مستوى العالم برضو، وهيشارك فيها برضو ابننا سيف عيسى المصري. ان شاء الله ربنا يوفقه. لسه هنتكلم عن المصريين. طبعا لسه خطوة. فدي اول حاجة في يناير. عندنا بعد كده هو طبعا بطولة في فبراير في بطولة مصر الدولية. دي بتنظم في مصر. دي كل سنة. دي النسخة الخامسة منها، اللي هي كانت بتعقد في الأقصر. دلوقتي هتبقى في الإسكندرية إن شاء الله. ليه النسخة دي في هل تم تغيير الأقصر؟ هل في سبب ولا يعني؟ لا، المجلس رأى إن احنا نوديها الإسكندرية. تغيير يعني من تغيير الأقصر. بس يعني أعتقد أن وجودها في الأقصر كان هام جدا، خاصة في الفترات دي. في شهر فبراير الجو بيبقى حلو جدا بالظبط هناك، والجذب
بالسياحه؟ يبدو ان في وجهه نظر اخرى للاسكندريه. يمكن هم عايزين يستضيفوا، يعني اهل اسكندريه عايزين ياخدوها. نعم. هتعقد يعني حتى هناك في الاسكندريه نادي الاتحاد عايز ياخدها عنده على صالته، والاولمبي عايزها. يعني في الحمد لله حركه، كله عايز يتشرف. يدل على نجاح هذه البطوله. بطوله مدرجه في الاتحاد الدولي، مدرجه في الاتحاد ده G2، يعني بطوله مهمه جدا بيشارك فيها كل ابطال العالم. كل ابطال العالم، لان يهمه يشارك فيها، لان الاتحاد بياخد تصنيف اعلى. التصنيف ده اعلى، لان G2 يعني الذهب بياخد 20 درجه مش 10 درجات في G1. بعد كده على طول في بطوله الفجيره دي من 22 ل 24 في الامارات. طبعا في فبراير برضو ولا في مارس بقى؟ لا فبراير. فبراير برضو اخر فبراير. عندنا في مارس دي بطولة الفجيرة، دي أيضا بطولة مدرجة دوليا. مدرجة دوليا وبيعملوها كل سنة برضو، وهي خط سير. اللي بيجي كان يشارك في الأقصر كان يلعب في الأقصر ويروح الإمارات، خط واحد. يعني كانت سهلة للاعبين العالم يعني. وده اللي هيحصل برضو إن شاء الله. هينتقلوا من مصر، من الإسكندرية إلى هم احنا عكسنا مع الإمارات، هيروحوا الإمارات الأول ويجوا مصر. يعني بدلوا من 16 ل 18 في الفجيرة، و22 ل 24 في الاسكندريه. الحاله الاقتصاديه دي بالظبط يعتبر القيمه هي اللي قلت، يعني قيمه بالزبط. المبلغ الفعلي، فاصبح دلوقتي فعلا عندهم مشاكل. طيب اذا كان اتحاد التايكوندو بيشتكي من هذا، وهو عنده ابطال وعنده ابطال اولمبيين وابطال عالم، طيب ما هو اولى بالرعايه بصراحه. اتحاد التايكوندو المصري اولى بالدعم من الرعاه ومن الدوله. يعني ما ينفعش نقول الاتحاد المصري ما فيش فلوس، لا لازم ادعمه، لان ده اتحاد بيجيب ميداليات اولمبيه. يعني مش كل ال 28 اتحاد او كذا اتحاد اللي في عندنا المسجلين بيجيبوا ميداليات اولمبيه، هم يعني عدد محدود من الاتحادات. فهي دي اولى بالرعايه، لازم نحدد مصاريفنا تروح فين. يعني هل ترى ان المبلغ اللي بترصده وزاره الشباب والرياضه تعتني فيه اكتر، بكام اتحاد تختاره؟ طب وبقيه الاتحادات برضو ماشي، ارفع من مستوى، انما اتحاد اوريدي بتبقى الميداليه في ايده. لو انا قصرت معاه ماديا هينزل، ملهاش حل. الرياضه فلوس، الرياضه مشاركات، احتكاكات وسفر ومعسكرات، الكلام ده عايز فلوس. طيب انا سمعت الفتره الماضيه عن في فكره الوزير بيرعاها، وهي صندوق للاستثمارات الرياضيه. اعتقد ان هذا الصندوق ممكن يقوم بحل وفك طلاسم الكثير من المشاكل الرياضيه. ده امل. كيف ترى هذه امل للرياضيين صراحه. والاتحادات في سبونسر. اروح للكوره، اروح مثلا لكره اليد شعبيه اكتر، انما في اتحادات الرعاه ما بيروحوهاش او قليل. يعني بتبقى بمجهود صعب جدا، عشان لو جبت راعي مثلا يقول لك طب انا هاخد سيف عيسى اعمل له سبونسر. يعني عايز تقنعني ان هدايه وسيف ما في عندهمش سبونسرز في مصر؟ اعتقد ان الاسبوع الجاي ان شاء الله هتبقى في مفاجاه ليهم. يعني اعتقد لم يعلن عنها. هم ابطال ونجوم وهدايه لا في رعاه، يعني انا سامع لسه يعني هم يعني لحد وانا بكلم حضرتك دلوقتي مفيش رعاه لهدايه ولا سيف. الفتره الجايه احنا لسه في بدايه الدوره، يعني هي الدوره دي طبعا مضغوطه يعني. ومجلس جديد. واعتقد طب خلال المجلس الماضي، خلينا بلاش خلاص دلوقتي المجلس الحالي ما نقدرش ان احنا نوجه له اي كلام، لكن المجلس الماضي ما كانش فيه رعاه لا للهدايه ولا للسيف ولا للابطال، بس مش بالدرجه اللي احنا نقول ان انا متبني هذا البطل في سفرياته وتحركاته، وسفره كل بطوله لازم يشارك فيها عشان يعلي الرانكينج بتاعه وعشان ياخد خبره ويحتك. ما كانش فيه الكلام ده، انما نتمنى انه يكون موجود. اعتقد ان سيف وهدايه هيكون لهم حظ كبير. ما تقول لنا خبر كده جميل ننفرد. والله انا مش يعني انا مش عايز انما انا سابع، يعني انا متاكد ان خلال اسبوع هيبقى في رعايه حلوه جدا لسيف وهدايه بالنسبه ان شاء الله. يعني طبعا احنا اكيد نتمنى ده يحصل، لان احنا عندنا امل كبير جدا عليهم بالذات. يعني بالظبط، يعني واتمنى ان الاتحاد ككل، لان هو الاتحاد برضه. طب الناشئين، ما هو الناشئين لازم يعتمد عندهم اولمبياد. طيب من خلال خبره حضرتك برضه، كيف ترى حال ووضع التايكوندو في مصر؟ طبعا مع احترامنا لمجالس الادارات والمجلس الاداره الحالي بقياده الاستاذ عمرو، كان نائب مع حضرتك عمرو اشتغل معايا واشتغلنا مع بعض مده طويله جدا. يعني كيف ترى شكل التايكوندو في هذا التوقيت في مصر؟ والله انا مستبشر خيرا بالمجلس الجديد، مجلس متكامل متناسق، لان هي قايمه واحده تقريبا بنسبه مثلا 90% كسبت كلها، فريق واحد
اعتقد ان شاء الله هيحققوا نجاح كبير باذن الله لو جالهم الدعم. هنتكلم اكتر عن يعني الدعم والموضوع ده، لان فعلا هو اصبح مشكله بيعاني منها ويعاني منها الكثير طبعا من طبعا. الاتحادات، مش بس التايكوندو، لكن احنا لازم نبدا نبحث عن وسائل وسبل اخرى، لان زي ما قلنا خلاص هو ما باليد حيله، هو ده خلاص، هي يعني دي القدرات اللي موجوده. صحيح. لابد ان نتعامل في ظل هذه القدرات، ونقدر اللي احنا نخرج في ظل القدرات المحدوده دي افضل ما عندنا. مش كل حاجه على فكره شرط فلوس فلوس فلوس، ممكن في حاجات تتوفر كتير ممكن تقلل من النفقات. على حال حضرتك ليك رأي تاني؟ والله لا، انا بقول يعني بس اصل اكيد الدولة ما شالتش ايدها بالكامل. يعني اكيد في مبالغ، في دعم. هي الراعي الشرعي ده الراعي الشرعي، واحنا اتحادات ما احناش اوروبا، يعني ما احناش معتمدة كلها على الاتحادات او على الرعاة، لا احنا هنا بنبتدي مرحلة الرعاة بجد يعني دلوقتي. بعد ما يعني الدولة طبعا على قدها، يعني ما احنا عندنا مصاعب كتيرة ما شاء الله يعني. ربنا يعيننا يعني. انما بقول برضو الدولة ما تشيلش ايدها للاتحادات القوية. هنرجع مع حضرتك تاني، هنتكلم باستفاضة، هنستفيد من خبرتك الكبيرة دوليا وافريقيا ومحليا، مش بس في التايكوندو، لا برضو وخبرة حضرتك الأولمبية، وهنعرف رأي حضرتك في الأحوال الرياضية الحالية في مصر، وماذا عن الرياضة المصرية بعد إجراء الانتخابات، لكن بعد الفاصل. مشاهدينا في كل مكان، رجعنا لحضراتكم من جديد، وسيادة اللواء أحمد الفولي. وكان سؤالنا يعني قبل الفصل مباشرة عن الوسط الرياضي، وماذا عن الوسط الرياضي المصري بعد إجراء الانتخابات سواء كانت الاتحادات والأندية. يمكن سؤالي يعني لازم استفيد من الخبرة والقامة الكبيرة اللي معانا دلوقتي في هذا المجال. اتفضل. هو طبعا يعني السنة دي والانتخابات وبعد القانون الجديد كان في حالة لسه الدنيا ما ظبطتش أمورها. على مستوى الاتحادات يعني كنا شفنا فعلا لجوء للمحاكم الرياضية في أول عملها كان كتير جدا. يعني كنا يعني أنا مرة رحت كنت بزور الأخ هشام حطب في اللجنة الأولمبية، دخلت مش دي اللجنة الأولمبية اللي أنا قعدت فيها 12 سنة يعني. ناس ومحامين وشهود هنا وناس هنا. حضرتك مركز التحكيم والتسويق. يعني في ايه يا جماعه؟ ده احنا مش مجمع الجلاء يعني. ما ده هو مركز التحكيم والتسويه في اللجنه الاولمبيه، بس هم بيوضبوا له مكان عشان ما يبقاش كده يعني. كان في قضايا كتير وخلافات كتير في الاتحادات. ما فيش يعني اتحادات قليله جدا اللي هي ده اثناء الانتخابات. وما بعدها يعني. النهارده في قضيه اظن في الجودو والسله برضو. يعني لسه توابع زلزال الانتخابات وخلافاته لسه مستمر. يعني نتمنى ان العمليه تهدأ بقى وكل واحد يشوف شغله، لان ده احنا فاضل لنا سنتين بالظبط لو حسبناهم صح على الاولمبياد يعني. وعندنا اولمبياد شباب يعني بعد اشهر. يعني الناس هتشتغل امتى؟ يعني اذا كنتوا لسه مش عارفين مين اللي قاعد على الكرسي ومين عايز يزق مين ومين عايز يقعد مكان مين. يعني طيب دوليا باعتبار حضرتك ممثل دولي لمصر، كيف ترى وجود مركز التحكيم والتسوية وهذا الانطباع خارجيا دوليا انه اصبح عندنا مركز التحكيم والتسوية الرياضي داخل مصر؟ هو طبعا ده مهم جدا، لان زي كل دول العالم يعني. انا كنا في بطولة العالم في موجو في كوريا، وبعدين رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ قال لي ايه الاخبار في مصر؟ قلت له الحمد لله كويسين. قال لي مبسوطين دلوقتي ان في قانون جديد؟ قلت له طبعا مبسوطين جديد كتير جدا. قال لي انا شايف ده على وشك ان انت مبسوط. قلت له الحمد لله ان احنا عندنا قانون بعد فتره كبيره جدا، قانون برضو عايز تعديل. فاحنا مبسوطين ان في قانون، بس نبتدي بقى نشتغل يعني. خلاص خلص القانون. احنا بدأنا نسير في الاتجاه الصحيح ولا احنا لسه محتاجين كتير؟ بأمانة وصراحة يعني ما بنحبش نجامل حد. محتاجين طبعا. يعني عايزين نمشي كده زي العالم يعني. مش عايزين نعمل وضع فريد لمصر بس. لا احنا الدول كلها بتجري من حوالينا، نجري معاهم. ونشوف الخلافات ايه ونحلها بقى يعني. ما
يعني سواء انديه او اتحادات. صحيح. يعني الحاله الرياضيه عايزه شغل اكتر من كده. يعني انا حبيت بس اخد راي حضرتك واستفيد من خبرتك الكبيره سريعا، لكن اكيد القضايا والموضوعات دي وعشان نستفيد اكتر بقى ونطلع كده من حضرتك يعني كل حاجه جميله ومفيده للساده المشاهدين، اكيد هنحتاجيك ان شاء الله حلقات ثانيه ان شاء الله ان شاء الله باذن الله تعالى. سياده اللواء احمد الفولي رئيس الاتحاد الافريقي للتايكوندو ونائب رئيس الاتحاد الدولي ونائب رئيس الاتحاد الرياضي للتضامن الاسلامي، وقبل كل ده ابن مصر البار، ويعني له صولات وجولات في اللجنه الاولمبيه وفي الاتحاد المصري للتايكوندو. شكرا جزيلا على تواجد حضرتك، شرفتنا ونورتنا وكنت ضيف كريم معانا. اتمنى كل خير للبرنامج ان شاء الله. مشاهدينا الكرام انا كمان بشكر حضراتكم، يا رب كنا ضيوف خفاف. زميلتي رانيا صلاح وانا كنا مع حضراتكم على مدار ساعتين، يا رب تكونوا استفدتوا معانا. بكره استنونا هيكون مع حضراتكم فريق عمل جديد وحلقه جديده، وصباح الخير.